كان يا مكان في مدينة مليئة بالمباني الملونة والسيارات المبتسمة شاب لطيف اسمه سامر. كان سامر طالباً مجتهداً، لكن كان لديه سر صغير، أو بالأحرى وحش صغير رمادي اللون يختبئ في حقيبته المدرسية. لم يكن وحشاً حقيقياً، بل كان وحش القلق من الاختبارات. عندما يقترب موعد أي اختبار، كان الوحش يخرج من الحقيبة وينمو. في البداية يكون بحجم ممحاة، ثم يكبر ليصبح بحجم كتاب، ثم بحجم سامر نفسه. كان الوحش يهمس في أذن سامر: ستفشل، الأسئلة صعبة جداً، الجميع أذكى منك. تبدأ الكلمات في الكتاب بالرقص والاهتزاز أمام عيني سامر. تتساقط قطرات عرق بحجم حبات البازلاء من جبينه، ويقرع قلبه الطبول داخل صدره. بوم 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 بصوت عال حتى يظن أن الجميع يسمعه. وفي أسوأ الأيام كان يشعر بدوامة خضراء تدور في معدته، فيركض إلى الحمام ليتقيأ كل شجاعته. في أحد الأيام قبل اختبار الرياضيات الهام، نما الوحش ليصبح أكبر من أي وقت مضى. أحاط بسامر بالكامل ولم يستطع التنفس أو الرؤية. شعر بالهزيمة، فأسقط قلمه وخرج من قاعة الامتحان وهو يرتجف. جلس سامر على درجة السلم والدموع ترسم خطوطاً على وجهه. وهنا مر بجانبه المرشد الطلابي الأستاذ حكيم، الذي كان يملك نظارات دائرية كبيرة وقلباً أكبر. رأى الأستاذ حكيم سحابة القلق الرمادية التي تحوم فوق رأس سامر. قال بصوت دافئ: يبدو أن وحشك يسبب لك المتاعب اليوم يا سامر. نظر سامر إليه مندهشاً. كيف عرف؟ بشجاعة روى سامر كل شيء للأستاذ حكيم. لم يضحك الأستاذ، بل أومأ برأسه بتفهم وأعطاه صندوق أدوات الطوارئ. لم يكن صندوقاً حقيقياً، بل كان مجموعة من الأفكار: درع التنفس العميق لإبعاد همسات الوحش، ومطرقة تقسيم المذاكرة لتكسير المواد الكبيرة إلى قطع صغيرة سهلة، ومنظار التفكير الإيجابي لرؤية النجاح في المستقبل. بدأ سامر بالتدريب. كلما حاول الوحش أن ينمو، كان سامر يستخدم درعه ويتنفس بعمق: شهيق، زفير. وكلما شعر بالخوف من حجم الكتاب، استخدم مطرقته ودرس صفحة بصفحة. جاء موعد الاختبار التالي. ظهر الوحش، لكنه كان بحجم قطة صغيرة هذه المرة. همس في أذنه، لكن سامر كان يرتدي درعه. أمسك بقلمه، وبدلاً من رؤية كلمات ترقص، رأى أسئلة يمكنه الإجابة عليها. أنهى سامر الاختبار. لم تكن هناك دوامة خضراء ولا طبول تقرع، فقط بضع قطرات عرق طبيعية. خرج من القاعة ونظر إلى حقيبته، ليجد الوحش قد تقلص وأصبح بحجم حبة فستق نائمة. لأول مرة منذ وقت طويل لم تكن هناك سحابة رمادية فوق رأسه، بل شمس صغيرة ومشرقة. أدرك سامر أن الوحش قد لا يختفي تماماً، لكنه الآن يملك الأدوات اللازمة ليبقيه صغيراً وفي مكانه. لو عجبتك القصة، ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة، علشان الحكاية الجاية ممكن تكون حكايتك انت.